اعمل ايه في الفطور اللي بعد رمضان؟ صباح الخير يا جماعة، عاملين ايه؟ موضوع تغيير الوقت ده غريب شوية، صح؟ الساعة اللي الواحد كل ما يذاكر المنهج غروب. مش عارف ليه بتعملي كده، انتي لسه صاحية من النوم؟ غريبة. في عصفورة عاملة العش بتاعها في التكييف بتاعنا. سبحان الله. الاستباحة ايه بقى؟ الاستباحة المرة دي مسك رمان رهيب. انا هقول لكم انا بجيب العطورات تبعي من وين. فين الزيت؟ الزيت تقيل قوي. يفضل ايه بقى؟ يفضل مسك الرمان ده الرمان مش الرمان، مش الرمان عشان التجويد. مسك الرمان ده يفضل بعد الشاور، يعني بيخليك فريش جدا يعني، او بعد الوضوء برضو بيخليك ايه، انسان تحس ان انت انسان كده منضبط. اتوضيت، حطيت مسك رمان يعني مسك رمان دلوقتي بصراحة يعني من اجمد الحاجات اللي بتعملها صفحة مسكي بيرفيوم. هحط لكم اللينك تحت في الديسكريبشن، واي حد جاي تبع وسية طبعا ليه برومو كود. من اكتر الحاجات اللي بستخدمها من عندهم مسك رمان و... وعود مبخر عندهم، واو، وبكرات روج وروز فانيليا. النوتات العطرية حلوة. عنوان بقى النهاردة بقى، لو انت اصابك الفطور بعد رمضان تتفرج على الفيديو ده، متنساش تعمل ايه، لايك وشير وسبسكرايب، وتعمل كومنت بكوت عجبتك من الفيديو. واحتمال هيبقى بعد كده فلوجاتنا فيها في الاخر جزء عملي، يعني هنعمل جزء عملي ونطبق ونكتب تم، وانا هعمله معاكم ان شاء الله. ويعني في ناس بتسمع وفي ناس بتشتغل، فاحنا بقى عايزين الاتنين. اوكي. انا عندي مفاجأة ليكم، غير البتاع ده طبعا. البتاع ده لذيذ جدا والله. غيره ان يعني خطيب الجمعة امبارح والله العظيم ضايقني قوي. احنا يعني يا جماعة نفضل نشير في حوار ان المساجد خلاص ذهب الضيوف وبقي الاهل في ايه؟ في ايه؟ ما ده طبيعي. والمفاجأة بقى اللي انا محضرها في الفيديو ده ان مفيش حاجة اسمها فطور بعد رمضان. تخيل ان انت كل ده فاهم نفسك غلط، بس احنا هنفهم صح في الحلقة دي. مش عارف انا بقرع ولا ايه. مفيش حاجة اسمها في العالم، في العالم كله مفيش حاجة اسمها، تعالى انت هنا كده بس، مفيش حاجة اسمها ان انا مش عارف الخطيب ده مضايقني. يبقى عندك نفس الاعمال اللي في رمضان بعد رمضان. مفيش حاجة اسمها كده. عارفين ليه؟ لان هي اصلا اسمها مواسم الطاعة. اسمها ايه؟ اسمها مواسم الطاعة، يعني موسم. اي حد عنده تجارة، اي حد عنده بيزنس، وهنوضح الكلام ده، عارف يعني ايه موسم. يعني في الموسم ده بيبيع اكتر من غير الموسم. ده موضوع معروف يعني، مش فاهم. اسمها مواسم الطاعات. فمن مواسم الطاعات دي بقى رمضان. رمضان ده عامل زي ايه بالظبط؟ عارفين السوق اللي بيبقى موجود بعد صلاة الجمعة ده مثلا؟ يعني الناس اللي بتقف وبتتجمع وسوق بعد صلاة الجمعة، الترافيك او يعني الناس اللي بتروح للسوق بيبقى قد ايه؟ بيبقى كتير جدا. المحلات بتاعت الحلويات او الكحك او البسكوت بيبقوا عاملين ازاي في العشر الاواخر من رمضان؟ وبيبقى الحجز، يعني المحل ده انت لو رحت له عادي خلاص، يعني عادي في اي يوم عادي، لكن عشان في موسم بالحجز فهو بيبيع في الموسم وبيجتهد في الموسم غير باقي الايام. حتى حد من الصحابه اصلا قال ان رمضان ده كالسوق ثم انفض. يعني هو سوق وربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، فهو سوق ثم انفض. فاصلا ما بيحصلش حاجه اسمها فطور بعد رمضان. ايه بقى اللي بيحصل؟ اللي بيحصل هو الرجوع للحالة الطبيعية. خلاص المحل بقى بيبيع عادي، الموسم خلص. المحل بقى بيبيع عادي بعد الموسم، وانت رجعت لحالك الطبيعي بعد الموسم. وجود البيئة والتشجيع والميكروفونات اللي شغالة كلها قرآن ده كان ايه؟ مدخلك في المود. ويعني سؤال معلش، هو في حاجة اسمها ان انت تشتغل في الطاعات والشياطين محبوسة؟ طب ما ده اوبشن اصلا. يعني ده ربنا كان عامله اوبشن في الشهر، اوبشن ان الشياطين مصفدة.
فانت بتشتغل، عايز بقى تشتغل نفس الشغل والشياطين مش مصفدة. طب يعني من اين لك هذا؟ فايه بقى؟ طب ماشي معلش، يعني انا عايز اعرف برضو ايه اللي بيحصل. اقول لك ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل، وهقول لك ايه الخطر كمان عليا وعليك بعد رمضان. هننزل نصلي ونطلع نكمل مع بعضينا كرة قدم مائية. فانت دلوقتي يا فضيلة الشيخ عمال في الخطبة تزعق لي جدا ان انت نفس الشخص اللي كنت بتقوم الليل، ونفس الشخص اللي كنت بتقرأ قرآن، ونفس انا عارف ان رمضان ده بيجي يقول لك ان انت تقدر قشطة، يعني انا فاهم ده، ان هو بيعلمك ان انت تقدر، وان ده خلي بالك عندك اهو بتعرف تيجي على نفسك. فاهم ده كويس، بس اللي انا مش فاهمه ان انت عمال تأنبني. طب ما تفهمني نفسي عشان يبقى الموضوع احسن، بدل ما انا بجلد ذاتي وانت بتجلد ذاتي فتعبنا. فدلوقتي احنا لسه قايلين ان رمضان ده سوق، لما السوق ده بيبقى عليه يعني موسم، ايه اللي بيحصل؟ بيبقى فيه ضغط على المحل والناس شغالين ومطبقين ومش عارف ايه. طب بعد بقى ما الضغط خلاص بيخلص، الناس بترجع لحالتها الطبيعيه، حتى احنا نقول ايه، الشارع رجع لحالته الطبيعيه. فسؤال اصلا نعمل ايه في الفطور بعد رمضان ده سؤال مغلوط، لان هو اصلا لازم يحصل كده. انت كنت في عرض فاجتهدت فيه زي ما الناس بتجتهد في العروض، ويحصل ويزحمه ومش عارف ايه ويروح من بدري، لكن في الايام العاديه خلاص. طب ايه بقى الغلط؟ الغلط ان المحلات دي تبطل بقى تبيع اصلا. يعني دلوقتي المحل ده كان بيبيع وعليه ضغط ومش عارف ايه، فالمحل ده راح قافل. لا، هو المحل رجع تاني، الناس بقت تيجي في مواعيدها عادي من غير ما تطبق في الشغل، وبقى خلاص البيع بقى اصبح طبيعي. البيع بقى اصبح طبيعي، يعني انت رجعت تاني لاعمالك اللي بقت طبيعيه. طب احنا ليه بنقول كده؟ ليه هو اما بيكلمني بالتون دي بيأذيني؟ ليه بيكلمني كده يأذيني؟ يعني ايه يأذيني؟ يعني انا دلوقتي عمال تحسسني بالتقصير، وانا رجعت لحالتي الطبيعيه تمام. ممكن اكون وقعت في بعض الاعمال وفي حاجات اساسيه نتكلم بقى في كده، يعني هو ما ينفعش ما يبقاش في صلاه، نحاول نجتهد في الحته دي لان ده موضوع خطير. بس انا ليه بتكلم في الحته دي؟ لان انت دلوقتي لما تجتهد بعد رمضان، انت طبعا الكيرف بينزل وده الطبيعي، فلما تجتهد شويه بعد كده ما تقارنوش بقى برمضان، تحس ان انت عملت حاجه فتبقى مبسوط. مش اصل انا برضو كنت في رمضان اجمد. حبيبي طبيعي. طب بقول لك ايه، انت مش مقتنع بالكلام، وانا ما ينفعش اقفل الفلوج وانت مش مقتنع بالكلام. بقى سميها نرجسيه، بقى سميها مريض نفسيا، بقى سميها اي حاجه، بس انا اقنعك بالكلام. مش الحديث كان بيقول ان سيدنا النبي كان يجتهد في العشر الاواخر ما لا يجتهد في غيره؟ صح، سيدنا النبي كان بيجتهد في العشر الاواخر في رمضان اللي مش بيجتهدوا في غيره. يعني اهو، فانت كنت بتعمل مجهود ما بتعملوش في غيره. وسيدنا جبريل مش كان بيدارس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين في رمضان غير طول السنة؟ يبقى الشهر ده نفحة من ربنا سبحانه وتعالى، نفحة وكرم وعرض وموسم وسوق انت بتعمل فيه اللي ما عملتوش في غيره. طيب هي ليلة القدر اللي خير من 1000 شهر دي موجودة طول السنة؟ لا، برضه في رمضان. فرمضان ده كده حاجة كده جميلة كده من عند ربنا، والحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى بلغنا الشهر، والحمد لله ان احنا عدينا بالشهر، وان شاء الله يعني عرض ربنا يعني شملنا برحمته باذن الله. فدلوقتي انت تعرف ان سؤال اعمل ايه في الفطور اللي بعد رمضان ده سؤال منطقيا غلط، لان هو اصلا لازم يحصل. انت بترجع لحالتك الطبيعيه، وقلنا كذا دليل وكذا شاهد. انت بقى براحتك بقى، مش عايز تصدقني براحتك، اجلد نفسك، انا ماليش دعوه. المهم ان احنا ان شاء الله هيبقى فيه خطبه للشيخ اسامه عبد العظيم الله يرحمه تحت، هو ده التاسك او هو ده الواجب العملي بتاع الفلوج. دلوقتي هيبقى فيه غالبا بعد كده واجب عملي في كل فلوج هنعمله كده، في اخر حته في الفلوج هيبقى فيه واجب عملي، او اخر حته في الفيديو خاص غالبا بموضوع الفلوج، عشان الفلوج ده بننور فيه كده نقط بسيطه وبعد كده بنسيبك مع نفسك، فانت بقى تنطلق. فيبقى فيه واجب عملي قراءه، وواجب عملي سماعي، وواجب عملي حاجه تعملها ان شاء الله باذن الله هنعمل كده. فانت دلوقتي هتاخد كوت عجبتك من الفيديو وهتسيبها تحت، لان الحاجات دي انا باخدها ساعات وانزلها الكودز اللي انتوا بتكتبوها الكومنتات دي، باخد الكود اللي بتجذب حد، وساعات بعملها بوست على الفيسبوك. فانت هتكتب كود ده من الفيديو عجبتك، وبعد بقى ما تخلص سماع المحاضره هتكتب تحت الكود بتاعتك ان هو تم، وانا ان شاء الله يبقى اي واجب عملي بديهولكوا
باذن الله ابقى بعمله، واتمنى ان شاء الله ان احنا نتقابل في فيديوهات تانية. السلام عليكم.